حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى على صوت الاولاد وكده، يعني ما تزعلوش مني. تعالوا بقى نعمل النهارده ايه؟ بسبوسه. انا طحنت 3/4 كوبايه سكر. اظن يعني اللي بيعملها في البيت ما بتبقاش زي السوق. طب تكون نجرب نشوف هتبقى عامله ازاي. تعالوا نجرب. دوت بقى ده لبن بودره، انا محمصاه كده لغايه ما بقى لونه كده، بيدي طعم حلو. لبن بودرة يعني قيمة معلقتين صغيرين او معلقة اهو لبن بودرة. دي بقى ايه؟ ربع كوباية دقيق اهي، دقيق عادي من بتاعنا اهو. ماشي، عليها حبة جوز. هي سهلة على فكرة، بس هي بقى في اللي بتظبط معاه وفي اللي ما بتظبطش. ده دقيق سميد سايب. هناخد ايه، مش عايزين نكتر منه قوي عشان ايه، ده واحد. انا بجيبه بقى سايب يعني. في برضو اللي على فكرة يا جماعة، في اللي بتتباع علب، بسبوسة بتتباع علب بتبقى حلوة قوي. انا جربتها كذا مرة وطلعت حلوة. انت بتحطيها وبتحط عليها السمنة والحاجات دي بتبقى حلوة قوي. شوفوا بقى حبايبي، ديت بقى ايه، حبة عسل، معلقة سكر، عملتها زي العسل. لو انت عندك عسل نحل حطي، بس انا عشان ما عنديش فعملتها ايه كأن ايه، عسل تقيل كده يعني، قيمة حبة صغيرين خالص. وديت بقى حبة فانيليا اهو. تمام. دي بقى 3/4 كوباية لبن. ديت بقى حبة سمنة كده. بس هي كده خلصت. هنقعد بقى نقلبها، وندهنا اصلا صينية سمنة هنحطها فيها، وبعدين نعمل العسل بتاعها وندخلها الايه، عما هي يعني تعمل في الفرن. وهي بقى بتعمل كده هحكي لكم حكايه. مره وانا صغيره كانت اختي تعبانه، فرحت لها البيت. فهي كانوا فوق السطح، كانت يعني حماتها مربيه يعني فراخ وكده. فانا كنت فوق السطح يعني، كان في سجاجيد وحاجات من دي. فطلعت على اساس ان انا يعني اجيب السجاده وكده. فكنت لابسه قميص احمر، فالسجاده فالقميص اتعلق في حاجه كده خشب، كانوا بيقفلوا بها بتاعه الفراخ دي. فانا اتعلق فيها، فالفرخه دي تقريبا هو كان ديك او حاجه. فانا لابسه احمر، فراح ايه نازل الديك، فضل ينزل ورايا. انا سبت السجاده وجريت، الديك ما سابنيش. انا واقفه فوق الكنبه تحت وهو عاوز يطلع لي فوق الكنبه. يعني انتوا متخيلين؟ يعني كان حته دي المزق، بقيت اصوت والم الناس. انا اصلا واختي بقينا نصوت لان احنا بنخاف من الحاجات اللي بتمشي دي. فالديك مش راضي يسيبني، انا مش عارفه في ايه، كل ده عشان لابسه لون احمر. كان يوم بصراحه يعني. فيا جماعه، اللي لابس احمر ميبقاش يطلع السطح فيه فراخ ابدا، هيجروا وراكم، هيجروا وراكم. انا كل يوم ببقى سهرانه الصبح يعني، لسه يعني اما بصلي وكده، فبسمع الشيخ الشعراوي بيقول لك ايه، يعني امبارح سمعت حاجه كده بيقول لك ايه، لا يموت ظالم الا لما يشوف اللي ظلمه بيترد فيه اللي هو عمله فيه. تصدقوا الموضوع ده اثر فيا قوي بجد. يعني هي فعلا مقولة كما تدين تدان. دي فعلا يعني انت هتظلم، واللي انت ظلمته هيشوف الظلم اللي انت ظلمته ده فيه. فيا جماعة عارفين الكلمة خافوا عليها بجد والله يعني. يعني مفيش حاجة هتروح عند ربنا، فكما تدين تدان. وربنا يا رب يجعلنا دايما من الناس الكويسين اللي ما نقولش الا الخير يا رب، يا رب اللهم امين. تعالوا بقى ما نحطها ايه في الصينيه اهي. الصينيه اهي مدهونه سمنه،
نحطها وندخلها. شوفوا ما غابتش ازاي، انت هتعملها بسرعه اهو. شوفوا حبايبي، وانا كنت جرشه فول يعني. بصوا قصدي يعني ان انا مش طحناه قوي اهو. هدخلها بقى الفرن على كده، وهنعمل بقى العسل مع بعض اما هي ايه تستوي. شوفوا يا حبايبي، دي معلقه سمنه على كوبايه سكر. هنا بقى هنحط ايه كوبايتين ميه. دي كوبايه وهنجيب الكوبايه التانية اهو يا حبايبي. انا حطيت الكوبايه التانية واسيبها بقى ايه لغايه لما تغلي. وما تطلع بقى من الفرن ده سخن وده سخن، هنحط العسل على البسبوسه وهي سخنه، والعسل برضو هيبقى سخن. اما تطلع بس اوريها لكم. شويه يا جماعه هي طلعت اهي، طبعا سخنه والعسل اهو سخن. بقى كده عليه ما تقلقوش يعني هي هتشال. ونروح بقى حاطين ايه صينيه كبيره كده، نروح مغطينها او اي غطا عندك بس، ونسيبها بقى شويه كده. شوفوا بقى حبايبي، مش قادره اقول لكم والله العيال خلصوا من الصينيه بسم الله ما شاء الله يعني، عجبتهم. وعلى فكره هي مدام تشرب العسل تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه يعني. الحمد لله هي شربتهم اهو كلهم. شوفوا دايبه ناعمه. انت لو عايزه تعمليها زي بتاعه السوق اللي بتبقى بقى مليانه سمنه وعسل، وعارفين انتوا الموضوع ده، زودي السمنه والعسل مش مشكله. بس انا وولادي ما بنحبش الحاجه يعني قاعده تنزل كده زي بتاعه السوق. لا انا عاملاها ايه ان هي تبقى كده، ما تبقاش بتنزل كده وبتاع بصراحه تقيله يعني بتحمي على صدرنا. فانت لو عايزه بقى تعمليها زي بتاعه السوق بالظبط، هتزودي العسل وتزودي ايه مقدار السمنه، يعني بدل السمنه مره تعمليها مرتين. جربوها بالطريقه ديت هتعجبك جدا. وما تنسينيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي.